مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء، في هذا الخبر العاجل الذي وردناه الآن، تحدث اللاعب الدولي السابق علي فرقاني صبيحة اليوم الجمعة عن اللجنة التي شكلتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل اختيار الناخب الوطني الجديد للمنتخب الجزائري بعد إنهائها قصة جمال بالماضي. وفي تصريحاته صبيحة اليوم الجمعة لأمواج الإذاعة الوطنية، انتقد لاعب المنتخب الجزائري السابق علي فرقاني تشكيل هيئة فاف لتلك اللجنة من أجل المساهمة في اختيار مدرب وطني جديد خلفا لبالماضي. وقال لاعب كتيبة محاربي الصحراء سابقا إن المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم هو من كان يجب عليه اختيار الناخب الجديد لمنتخب الجزائر. وأردف علي فرقاني أنه كان يجب على رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة فاف وجميع أعضاء مكتبه الفيدرالي تحمل المسؤولية في تعيين مدرب جديد لكتيبة الخضر خلفا للناخب الوطني السابق جمال بالماضي. وعبر فرقاني عن أسفه الشديد لعدم وجود أي لاعب دولي سابق في عضوية المكتب الفيدرالي الحالي للاتحادية الجزائرية منه، كما كان الأمر عليه سابقا على حد قوله. وفي سياق الحديث عن المدرب المقبل للمنتخب الوطني الجزائري، ربطت هيئة فاف مؤخرا ختاما المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.